يوم في حياة تعالوا بقى نشوف يومنا النهاردة مشي ازاي. اول حاجة صباح الشقاوة، لازم ننزل بقى استاذة شقاوة الاول الحضانة وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. ده طبعا لو حلفت لكم ان انا كنت ناوية اهد الدنيا اول ما ارجع، بس للاسف بقى نمت صحيت بقى وقلت اعمل لي كوباية نسكافيه كده قبل ما لولو هانم تيجي، يعني صحيت قبل ما اجيبها كده بساعتين ولا حاجه. قلت بقى فرصه ان انا اشرب النسكافيه بتاعي في هدوء وافطر الفطور اللي انا بحبه في هدوء قبل ما انزل اجيبها. عملت لي بقى بيض بالفلفل بالجبنه الرومي والجبن، كان خطير. حطيت بقى عليه موزاريلا وقلت بقى ايه يعني اروق على نفسي كده. انا اصلا مش من محبين البيض، فتلاقوني كده بحط عليه اي افتكاسات عشان خاطر ما اكلش بيض صريح بس كده. بعد ما فطرت بقى كان فاضل شوية وقت، فلقيت الترابة الناعمة دي مالية الصالة عندي، فقلت بقى هجيب القماشة كده وهلمع كل حتة في الصالة. فتحت لكم نور النيش عشان خاطر تشوفوا الترابة اللي انا بشوفها. بجد انا شقة عندي تتملي الترابة دي، انا زهقت منها. لو مشيت كل 5 دقايق بالقماشة هتتملي تراب برضو. بس الحمد لله بقى لمعت النيش كله والسفرة كلها وكل حاجة في الصالة كانت متربة، رجعتها بتبرق. كنت بقى عايزة اكنس الارض بعد الترابة الناعمة دي، بس ما كانش فيه وقت. نزلت اجيب لولو وبعد كده روحنا عند ماما عشان كنا هنتغدى النهاردة عندها. كنت لسه اصلا بفكر هاكل ايه وهطلع غدا ايه، لقيت ماما اصلا بتكلمني وبتقولي انها عامله حسابي في السمك واجي اكل سمك، لان انا عارفه ان انا ما بعملهوش في البيت فهي بتعملهولي. ربنا يبارك لها يا بابا يا رب. بابا احسن واحد يشوي سمك، لما بنشويه بره بيكون محروق مش زي ما بيكون في البيت خالص. المهم بقى كان جنبه سلطه ورز، وماما عملت لي بقى كوبايه شاي بعد السمك الخطير ده. روحت البيت بقى حطيت غسيل علشان كان في غسيل كتير عايزه احطه. اول بقى اما الغساله خلصت نشرت الغسيل عشان يلحق ينشف، وكان في بقى غسيل كتير قوي على المنشر. جبته بقى وقعدت اطبقه كده وانا بفرج على مسلسل. واخيرا بقى كنست الصاله اللي انا ما كنستهاش الصبح علشان لو نسيتها مش هرجع لها تاني. كان بقى فيه شويه بطاطس قلت اقطعهم وقطعتهم قبل ما انام. بس كده يومي خلص. تصبحوا